السلام عليكم. ناس كتير جدًا يا جماعة الفترة اللي فاتت بتخش وتسألني تقول لنا إحنا عايزين كاميرا في رينج 7، 8000 جنيه، أقول له في الحالة دي أنت هتاخد كاميرا 600 دي، يقول لي بتصور بكام ميجا بكسل؟ أقول له الكاميرا دي بتصور ب18 ميجا بكسل، يقول لي إيه ده؟ ده أنا الموبايل اللي معايا بيصور ب50 ميجا بكسل، تجيب لي كاميرا أغلى من الموبايل؟ ده الموبايل اللي معايا بكام؟ ب6000 جنيه وبيصور ب50 ميجا بكسل، هتديني أنت كاميرا بتصور ب18 ميجا بكسل وأعلى منه الموبايل وأغلى منه؟ قلت له يا حبيبي ده already العادي، فالناس ألاقيها بتعترض. فيا جماعة قررنا في الحلقة دي نعرف إيه الفرق بين الكاميرا وبين الموبايل، ليه الموبايل ده بيصور ب50 ميجا بكسل مع العلم هو أرخص من الكاميرا، والكاميرا بتصور ب18 ميجا بكسل مع العلم هي أغلى من الموبايل. الكاميرا دي مستعملة عندي عاملة 8000 جنيه، والموبايل ده عندي برضه مستعمل، والموبايل كمان أجدد من الكاميرا بكتير وحالته كويسة جدًا، وللأسف الموبايل ب6000 جنيه بس. طب ليه بقى؟ إيه اللي يخلّي الموبايل أرخص من الكاميرا، وليه الناس بتفضّل الكاميرات عن الموبايلات؟ وناس كتير جدًا كمان الفترة اللي فاتت اتجهت إنها تشتري موبايل وتصوّر بيه، مع إن دي أكبر غلطة. ففي الحلقة دي إن شاء الله هنعرّفكم إيه الفرق بين الكاميرا وبين الموبايل، وليه هنا الميجا بكسل بتكون أعلى من الكاميرا، وليه الكاميرا الميجا بكسل فيها قليلة مع العلم بتصوّر أحلى من الموبايل بكتير جدًا وبمراحل كبيرة. ففي الحلقة دي إن شاء الله رب العالمين هنعمل مقارنة بين الاتنين، وهنصوّر بدي صورة وبدي صورة، وهنقارنكم الاتنين على الشاشة وتشوف بنفسك تصوير دي وتصوير ده، وتشوف بنفسك كمان العدسة دي عدسة بدائية اللي نازلة مع الكاميرا، يعني مش عدسة حلوة خالص، والموبايل ده هاصور له وامسح له عدسته واضبط الدنيا، وانا هنا مش هامسح العدسة ولا اعمل اي حاجة، وهنصور صورة من هنا وصورة من هنا ونشوف ان شاء الله الاختلاف بينهم ايه. فتابع الفيديو ده ان شاء الله رب العالمين علشان تعرف ايه الاختلاف بين الكاميرا وبين الموبايل، وليه الموبايل بيكون رخيص مع ان الكاميرا بتصور ب 18 ميجا بكسل والموبايل بيصور ب 50 ميجا بكسل. تابع الحلقة دي للآخر علشان ان شاء الله تستفاد. يلا تابع الحلقة. ورجعنا لكم في الفيديو تاني يا جماعة، إن شاء رب العالمين. أول حاجة هنعملها دلوقتي هنجيب حاجة علشان نصورها قدامكم في المباشر عشان كله يبقى شايفها، تمام؟ طب يا جماعة عجب لكم الديسك فلاش ده اللي هنصور عليه، لأن في لون أسود وفي لون أحمر وفي لون أبيض، في بعض ألوان كده، فأنا محتاج كل الألوان دي تكون في الصورة علشان نشوف مين اللي هيجيبها أحسن، الكاميرا ولا الموبايل. وخلينا نحطها قدام كده شوية، تمام؟ ونبتدي دلوقتي اللي احنا هنصور صورة بالموبايل. هنجيب طبعا الصورة على أعلى جودة في الموبايل في الكاميرا بتاعة الموبايل، ونشوف كاميرا الموبايل طبعا هنمسحها. همسح الكاميرا كده من قدام ومن ورا بحيث ما يكونش في إيه، يعني ما حدش يقول لي ان انت الكاميرا بتاعة الموبايل ما كانتش ممسوحة وما كانتش كده. فانا كده اهو مسحت كاميرا الموبايل، تمام، عشان لما اصور بيها يبقى الصوره طالعه كويسه، تمام. وهنبتدي ان احنا نصور صوره بالموبايل ونشوف الصوره بتاعه الموبايل عامله ازاي. ده كده تصوير الموبايل اهو، تمام. خلينا برضو اشغل الفلاش بتاع الموبايل عشان الفلاش بتاع الكاميرا هيشتغل طبعا، ونقارن طبعا الصورتين ببعض. هنصور صوره اهو، ادي صوره الموبايل، دي صورة الموبايل اهي يا جماعة. طبعًا صورة الموبايل هتبقى واضحة جامد لأن شاشة الموبايل كبيرة وشاشة LCD أعلى من شاشة الكاميرا بكتير، فطبعًا عايزين برضه الفرق ده عايزين نعرفه إيه في التصوير، فهتبقوا واخدين بالكم إن التصوير الفرق ده يكون واضح تمام قدامكم، إن التصوير في الموبايل هيكون طبعًا شاشة الموبايل كبيرة وشاشة أوضح من شاشة الكاميرا، تمام. كده صورة من الموبايل أهي، نصور صورة بالكاميرا ونفتح الكاميرا، تمام، ونبتدي نفتح الكاميرا بالشكل ده كده. طبعًا هنركب كارت الميموري، أنا جايب معايا كارت الميموري. وهابتدي إن أنا آخد لقطة بالكاميرا دلوقتي ونشوف التصوير بتاع الكاميرا عامل إزاي. طبعًا أنا كده مش مضبوط، أنا بس محتاج أضبط الكادر بتاع الشوفان عشان أشوف كويس. دي كده التصوير أهو، الصورة أهي في الكاميرا، ثواني هافتحها لكم. دي كده صورة الكاميرا أهي، ما أعرفش ظاهرة عندكم زي ما ظاهرة قدامي والّا إيه بالضبط، تمام. دي كده صورة الكاميرا، ودي كده صورة الموبايل، تمام. طبعًا في الموبايل هتلاقيها واضحة شوية، لإن زي ما قُلت لك في الموبايل طبعًا ده موبايل وشاشته كبيرة وشاشته كويسة، وطبعًا الكاميرا. لكن أنا بالنسبة لي أنا شايف كده الكاميرا أحلى بكتير جدًا كألوان. بُصّوا الألوان في الكاميرا عاملة إزاي، طبعًا الألوان في التليفون هتلاقيها باهتة شوية، في الكاميرا هتلاقي الألوان معدولة جدًا مع إن دي 50 ميجا بكسل ودي 18 ميجا بكسل. طب ليه بقى؟ إيه اللي يخلّي مثلًا دي 50 ميجا بكسل وتطلّع الصورة أحلى من 18 ميجا بكسل، وإيه اللي أصلًا اللي يخلّي مثلًا إن في موبايلات تكون ب18 ميجا بكسل أو ب50 ميجا بكسل، وإيه اللي يخلّي الميجا بكسل في مثلًا في الموبايلات تكون عاملة كده، يعني مثلًا الميجا بكسل في الموبايلات مثلًا ليه عالية كده وليه في الكاميرات ما هيش عالية، تمام؟
مبدئيا في الكاميرات مش عاليه، لان الكاميرات الميجا بكسل الواحده في الكاميرا عايز اقول لك ب 20 ميجا بكسل في الموبايل. طب ليه؟ لان السنسور بتاع الكاميرا يا جماعه، خليني كده افتح لكم السنسور افهمكم يعني ايه سنسور. تمام، السنسور بتاع الكاميرا، خلينا نقفل بس الكاميرا الاول. ده سنسور الكاميرا اهي. بصوا شفتوا المرايه دي؟ المرايه دي اللي هي دي، بصوا هفتح لكم الكاميرا آه، عشان بس تبقوا فاهمين يعني ايه سنسور. السنسور اللي هي المرايه دي، تمام. انا مش عارف امسكها بايدي. دي المرايه دي السنسور، تمام، اللي انا هصور بيها اهو. دي السنسور اللي بيطلع وينزل ده، ده كده السنسور، تمام. ده سنسور الكاميرا. شفت السنسور قد ايه كبير؟ يعني انا مش فاهم انتوا شايفينه كويس ولا لا. يعني انا كنت محتاج مثلا، معلش خلينا ندي اضاءه كده بتاعت الموبايل. بصوا ده السنسور اهو. اعتقد انتوا كده شايفينه كويس يعني. تمام اهو. هو المربع اللي جوه ده السنسور، تمام. شفتوا السنسور في الكاميرا قد ايه؟ خلينا بس نقفل كده الكاميرا الاول. ده السنسور بتاع الكاميرا. طبعا السنسور بتاع الموبايل، يعني لو جيت بصيت كده في الكاميرا بتاعت الموبايل، بصوا دي كاميرا صغيره جدا. شايفين الكاميرا قد ايه؟ تكاد تكون مثلا السنسور فيها ممكن ما يكونش حتى مكمل 2 مللي. تمام. مع ان هنا السنسور بتاع الكاميرا دي حوالي سنتي ونص في سنتي ونص، يعني حاجه كبيره جدا مش حاجه صغيره. تمام. هنا البتاع بتاعها، السنسور بتاعها كبير. فدي اول حاجه، ان السنسور هنا بتاع الكاميرا كبير قوي. فطبعا بياخد تركيز اعلى، اضاءه اعلى، فوكس اعلى، كل حاجه بيكون الريزوليشن اعلى في الكاميرا. تمام. وطبعا بتقدر ان انت في الكاميرا تغير عدسات. الكيت لينس دي بتتغير، يعني ممكن مثلا اركب عدسه 50 مللي فتطلع صوره احلى كده معايا بكتير. على فكره دي عدسه 18 55، بتبقى عدسه نازله كده بدائيه مع الكاميرا، ما بتبقاش عدسه يعني ما بتعتمدش عليها في التصوير. بس انا طلعت بالعدسه دي، انا مصمم ان اطلع بالتصوير بالعدسه دي عشان اقارنها لك بالموبايل. تمام. انا لو جبت دلوقتي مثلا عدسه كبيره شويه 50 مللي الاس في ام، العدسه دي لو انا ركبتها على الكاميرا دي، عايز اقول لك ان انا هصور لك صوره مش هينفع تتقارن مع الموبايل اصلا. ليه؟ لان الموبايل هيبقى تحت قوي والصوره هتبقى فوق قوي. ما بالك بقى انا مقارنها لك ب 18 55 اللي هي العدسه العاديه، ومطلعه الصوره زي ما انت شفت كده حول الكاميرا. تمام. ده رقم واحد. ورقم اتنين طبعا العدسات زي ما قلت لك. رقم ثلاثه، السنسور في الموبايل عمره ما يجيب اللي احنا الكاميرا بتجيبه. ليه سنسور في الموبايل ما يجيبش؟ لان زي ما قلت لك السنسور في الموبايل صغير قوي. تمام. إيه كمان في الموبايل عشان تعمل عزل، يعني في العدسه من هنا بعمل عزل من العدسه بكل سهوله، اقدر اعمل عزل. في الموبايل ما ينفعش تعمل عزل، في كاميرا لوحدها بالعزل. تمام. طبعا عشان في الكاميرا تقدر هنا تقرب مسافات بعيده، بركب عليها عدسه زوم في الكاميرا. يمكن عدسه مثلا ممكن تجيب لي 500 متر و600 متر. تمام. اقدر اجيب لك 600 متر حرفيا، واقدر اجيب لك اكتر من 1000 متر، في عدسات تجيب معايا 1000 متر. لكن في الموبايل اخره بالكتير يوم ما يتنطط بيكون 100 اكس. يعني 100 اكس دي تجيب قد ايه؟ مثلا اللي هو ال 100 متر. 100 اكس يعني 100 متر يا جماعه. تمام. هي ده اللي الموبايل ممكن يجيبه. ده اقصى حاجه في الموبايلات، اللي هو الموبايلات مثلا عايز اقول لك مثلا الموبايلات اللي هي العاليه اللي قوي، اللي زي مثلا الايفون، اللي زي مثلا الاس 24 الترا. تمام. زي الموبايلات دي كده. اما الموبايل ده يعني لو فتحت الكاميرا اهو وهجيب لك الاكسات اللي فيه، ممكن يكون 50 اكس. تمام. ممكن يكون في برضه 100 اكس، بس ال 100 اكس اللي فيه مش فعالين. يعني ما يجيب ال 100 اكس بس يعني ما يركزش عليهم. فاهمني؟ دي الاكسات اهي. ثواني. ما اعرفش الاكسات دي بتكبر منين بصراحه، بس خلينا نكبر يدوي كده. تمام. ده كده ما بتكبرش. انا مش فاهم حاجه بصراحه في الموبايل ده، لان الموبايل ده عندي زي انا اشتريت موبايل تاني، فما بقتش افهم فيه. بس ما علينا، يعني ممكن مثلا تلاقي الاكسات فيه مثلا مش هتلاقيها مكمله مثلا 100 اكس، ولو مكمله 100 اكس مش هيبقوا فعالين، مش هيبقوا ال 100 اكس فعالين. خلينا نطلع من الكاميرا ونفعلها تاني. معلش، عشان بس تبقوا شايفين كل حاجه. اهي الاكسات اهي. اهي. تمام. كام اكس؟ 10 اكس اهو، اخره 10 اكس. ما اعرفش انتوا شايفينه ولا لا، بس خلينا احدد لكم كده عشان تشوفوا كويس، لان دي نقطه مهمه بالنسبه لي جدا. طبعا الاضاءه بايظه وكل حاجه بايظه، ليه كده فيه يا جماعه؟ تمام. 10 اكس اهي، شايفين؟ دي كده 10 اكس، اخره 10 اكس، مش مكمل حتى 50 اكس. لكن في الكاميرا بتاعت الكاميرا دي، ممكن لو حاجه على بعد 600 متر ممكن اجيبها. فده اللي بيخلي طبعا الكاميرا بتصور احسن معظم الحاجات اللي انا قلتها دي. كمان الكاميرا دي بتصور على كارت ميموري، بيركب فيها كارت ميموري، فيها شاشه متحركه، يعني حاجه كويسه جدا. والكاميرا دي كمان عايز اقول لك ان الكاميرا دي ب 8000 جنيه، الموبايل ده ب 6000 جنيه. تمام. ده موبايل اللي هو الفيفو واي 35. فيفو واي 35. تمام. طبعا الكاميرا دي مستعمله والموبايل ده مستعمل. الكاميرا دي عامله كام؟ عامله زي ما قلت لك 8000 جنيه، الموبايل ده عامل 6000 جنيه. فطبعا مفيش وجه مقارنه بين الميجا بكسل. طب ليه الميجا بكسل في الموبايل بتبقى اعلى؟
في الموبايل يا جماعه الشركات بتحط ميجا بكسل كده وخلاص، لكن الكاميرات حرفيا اللي جوه ما بتكونش مكمله العدد اللي هم حاطينه. يعني ممكن يكون حاطط لك عدد مثلا 18 ميجا بكسل، 20 ميجا بكسل، 50 ميجا بكسل، 100 ميجا بكسل، ما بيكونش نفس عدد في الكاميرا نفسه. الكاميرا نفسها من جوه ما فيهاش العدد ده، ما تستعملش العدد ده. لكن هو العدد ده اللي هو كاتبه ده كاتبه على جميع الكاميرات، تمام. هي اعلى كاميرا مثلا بتصور ب 50 ميجا بكسل، لكن هي ما تجيبش ال 50 ميجا بكسل عمرها. ليه؟ لان زي ما قلت لك السنسور بتاعها صغير، وحتى لو بتجيب ال 50 ميجا بكسل بيكون سنسورها صغير، ما بتقدرش ان هي تجيب الصوره كامله او بوضوح، ما بتقدرش تزوم، ما بتقدر حاجات كتير جدا، لان الكاميرا صغيره السنسور صغير ما بيجيبش كل ده. لكن هنا السنسور كبير، بين اختلاف بين العدسات حاجات كتير جدا، الوان زي ما انت ما شفت الصوره قدام منك. انا صورت هنا من هنا صوره ومن هنا صوره، اقدر اصور لك صوره ثانيه بس عشان ما اعليش بس الشطر بتاع الكاميرا. فده كده كان الفيديو. انا طالع الفيديو ده مخصوص عشان ناس كتير قوي الفتره اللي فاتت دخلت وتسالني تقول لي احنا عايزين مثلا كاميرا مثلا ب 6000 جنيه. اقول له والله انت كده تاخد كاميرا ب 16 ميجا بكسل. يقول لي يا 16 ميجا بكسل يا عم، ده الموبايل اللي معايا بيصور ب 50 ميجا بكسل، انت تديني موبايل بكاميرا 16؟ ايه يا عم انت ايش جاب لي جاب؟ انت كده انت مش فاهم، انت كده داخل تكلمني وانت مش فاهم، تمام. فمعظم الناس دي اللي بتخش دي، انا قلت اعمل الحلقه دي للناس برضو اللي بتخش تكلمني، وللناس كلها تبقى عارفه ايه الفرق بين الكاميرات وبين الموبايلات. وطبعا قيس على كده جميع الكاميرات، تمام، وقيس على كده جميع الموبايلات. يعني ممكن مثلا تجيب لي مثلا موبايل عالي الترا قصاد كاميرا عاليه، تمام، زي سوني مثلا، زي مثلا زي النيكون زد او كانون ار، تمام، هتلاقي برضو الكاميرا احلى من الموبايل بكتير جدا. ليه؟ لان نفس اللي انا قلته لك ده بيتطبق على الموبايل العالي وبيتطبق على الكاميرا العاليه، تمام. مع بعض اختلافات، ممكن مثلا السنسور بتاع الكاميرا نفسه يكون عالي. في كاميرات كمان اسمها دي كاميرا كروب فريم، في كاميرات حاجه اسمها فول فريم، دي بتبقى عاليه قوي، بتطلع صوره جودتها اعلى بكتير، تمام. وفي كمان اسمها كاميرات تانية بتكون ميرورليس. الميرورليس دي كاميرا اصلا بدون مرآة، بدون مرايه من جوه، بتبقى حاجه كده بقى، دي بقى في حته تانية، دي بقى بتصور صور في حته تانية، وبتصور فيديو في حته تانية. زي مثلا زي ما انت مثلا هتقول لي لا ما في موبايلات احسن، وفي ناس بتعتمد على الموبايلات مثلا الايفون بتصور بيها احلى من الكاميرات. هقول لك عمرك شفت حد بيصور فيلم سينمائي بايفون؟ هتقول لي لا. هقول لك عمرك شفت حد بيصور اعلان بتليفون؟ هتقول لي وارد، اعلانات ماشي، ممكن اعلان مثلا مش هينزل على التلفزيون، اعلان مثلا هينزل على الفيسبوك، هينزل على جميع المنصات دي، تمام، هنصور على التليفون عادي بالايفون مع كميه اضاءه كبيره عشان نقدر نطلع صوره كويسه او اعلان كويس. لكن لو هتصور اعلان حقيقي هينزل على التلفزيون لازم يتصور بكاميرا. ليه؟ لان الكاميرا هتطلع معاك جوده عاليه، هتطلع معاك شرب اعلى، هتطلع معاك الوان اعلى، هتطلع معاك تركيز اعلى، هتطلع معاك كل حاجه اعلى بكتير من الموبايل. وده كده كانت حلقه خفيفه لطيفه، ايه الفرق بين الكاميرات والموبايل، وايه الفرق بين الميجا بكسل من الكاميرا للموبايل. وطبعا الفرق كده واضح جدا. واتمنى لو وصلت معايا لحد هنا تنزل تعمل كومنتة كويسه وتدعي لي دعوه حلوه، وما تنساش تعمل اشتراك للقناه، وما تنساش تدعي لاخواتنا بغزه. يلا بقى قول لي انت بتستخدم